السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى يا حبايبي هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم يا رب الايام بخير يا رب. النهارده بقى هقول لكم ايه، هنعمل كحك. هعمل لكم بقى الكحك الجميل دوت الدايب الجميل. يلا نبتدي ونقول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ايه معايا؟ السمسم دوت. هاخد 3 معايا الدقيق 3 كيلو. انا بعمل 3 كيلو دقيق. معايا بقى ايه، هناخد كل كيلو هنحط عليه معلقه سمسم. هحط 3 معالق سمسم كبار. 3 معالق اهمت. وهنحط ايه كمان؟ هنحط ريحه الكحك، بس مش عارفه انا حطيتها فين ريحه الكحك دي بس ريحه الكحك. عندي هنا ايه، نص معلقه ريحه كحك على 3 كيلو. نص معلقه بس، انا مش عايزه الا ايه، الريحه بس بتاعت الكحك. وهنقلبه كده ببعضيه اهو. معايا هنا بقى ايه يا حبايبي، معايا كيلو ونص سمنه. يعني كل كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه، لان الكحك بياخد سمنه كتير عن البسكويت. هنحط كده بس. مش عايزين بقى ايه هنا، هيبقى كده عليه. هما ايه، الكيلو ونص. لازم تحطي له دي المقادير المظبوطه بتاعت الكحك. لو عايزه الكحك ما يطلعش معاكي ناشف، هتحط كيلو ونص على 3 كيلو. يعني الكيلو عليه نص كيلو. طبعا دخلت السمنه فيها كده، السمنه فيه. كده انا دخلت السمنه كلها في الدقيق. عندي بقى هنا حبايبي ايه، عندي هنا كوبايه لبن اهي، كوبايه واحده لبن. انا عندي هنا كوبايه لبن اهي، كوبايه. هحط عليها ايه، هحط عليها نص كوبايه السكر دي، نص كوبايه سكر. وهحط كمان ايه، 3 معالق كبار خميره فوريه. يعني كل دقيقه عليه كل كيلو دقيق عليه معلقه خميره فوريه. هحطهم طبعا السكر على اللبن على ايه، على الخميره، وهقلبهم واسيبهم ايه بس شويه بس، وهروح حاطه منزله عليهم يعني كده ايه، بكون خميره فوريه اهو، او باكو ونص. يعني ايه، باكو ونص. انا حطيت هنا معلقه ونص، وادي ايه معلقه ونص في اللبن اهو، لان خدت بكوين. لان دول 3 كيلو، يعني كل كيلو عليه معلقه خميره. هقلبه طبعا كويس كده. وهسيبه ايه، هسيبه حبه كده، هلسه بس شويه كده اهو. انا طبعا عارفه الخميره بتاعتي كده ادخل الدقيق كله في بعضيه في السمنه. طبعا الخميره بيضه دي انا عارفه ان هي الراجل بيجيبها، يعني ايه تملي بجيب منه بتبقى حلوه، يعني مش موثوق فيها يعني اهي. كده دخلت كله في بعضه. هجيب بقى الخميره بتاعتي واللبن. هي كوبايه لبن واحده بس اهو على التلاتة ايه، على التلاتة كيلو. وهبتدي بقى ايه،
مش هحط حاجه تاني بقى، هو كده هيتلم. لو عايز حبه ميه صغيرين نحط له، معازش خلاص. يعني الكيلو احط له ربع كوبايه لبن. هنبتدي بقى هنا ايه، نمسك العجينه ونبس فيها بقى كده. اهم حاجه طبعا في الكحك اللي هو ايه البس، يعني ايه اهم حاجه ان انت تبس الكحك لازم عشان يطلع معاكي ناعم وجميل. طبعا هبسه كده ايه 10 دقايق، وهرجع لكم تاني بقى ايه نشوف العجين عامل ازاي. طب يعني الفيديو مش عايز يتقفل، هعمل له ايه بقى انا دلوقتي؟ بسم الله. حرام عليك يا شيخ، حرام حرام. طبعا حطيت هنا في الكحك حطيت 1.5 كيلو سمنه، وحطيت 3 كيلو دقيق، وحطينا نص معلقه ريحه الكحك، وكوبايه لبن عليها عليها نص كوبايه سكر، وعليها بكون خميره فوريه. كل ده حطيناه مره واحده، ووريني هنا ايه ببس، لان الفيديو طبعا ايه التليفون وقع والفيديو قطع. يعني نحط الاول الدقيق وعليه السمسم، وعليه نص معلقه دول 3 كيلو، عليه نص معلقه خميره فوريه. ايه ده، هنحط الدقيق وعليه السمسم قصدي، وعليهم نص معلقه ريحه الكحك، وبعدين نجيب كوبايه لبن ونحط عليها بكون خميره فوريه، ونص كوبايه سكر، ونقلبهم وندلقهم عليهم ونعجنه كله ببعض. بعد كده هنبس زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى العجينه بقت ايه، طبعا بسناها كويس جدا. بصوا جميله. خلاص كده بسيتها يجي ربع ساعه وانا عماله ابس فيها لغايه ما قلبي وجعني طبعا. بعد كده ايه هلمها بقى ايه، معايا كوبايه ميه دافيه اهي، هلمها ايه بيها، هلم بيها لغايه ما ايه ما تتلم خالص معايا. كوبايه ايه ميه دافيه. طبعا هلم العجينه بيها كده، مش هعجن، هلمها لم كده من تحت كده لفوق لغايه ما ايه تتلم معايا خالص، وما تبقاش محتاجه اي حاجه. لغايه ما بقاش في عجين في ايدي، هلمها بقى وارجع لكم. كده خلاص يا حبيبي، العجينه لميتها. طبعا قعدت حطيت لها شويه ميه دافيين لغايه ما ايه اتلمت معايا، وطبعا ما بقتش تشقق. طول ما هي بتشقق بتبقى عايزه ايه شويه ميه. بصوا اهي العجينه عامله ازاي، طالما ما شققتش من الجناب كده تعرف ان هي خلاص كده ايه مش عايزه اي حاجه. لو شققت يبقى السمنه بتاعتها كتير وعايزه حبه ميه اهي. طبعا انا هعمله بملبن وبعجوه لان دول 3 كيلو. نجيب بقى الملبن والعجوه ونبتدي نحشي. بصوا يا حبايبي بقى انا هعمل ملبن اهو. طبعا حطيت له حته سمنه بلدي كده عشان يعزز الطعم بتاع الكحك، يبقى ريحته سمنه. وهعمل بعجوه كمان. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الصاجات ما بتدهنش لان الكحك فيه سمنه. وهنعمل كده خدنا حته اهيت كده على ايدنا. الصاجات طبعا معايا اهي، وهنروح عاملين كده طبعا عشان نحط طبعا الملبن او العجوه، نحط حته الملبن كده وهنروح مقفلين عليها كده.
وهنلفها طبعا تاني وهنحطها في الصاج كده. هنلفها كده ونحطها ايه في الصاج. انا طبعا مش يعني انا مش هطبطبها كده. انا لما اجي اعملها بالبسطامه هروح دايسه عليهم كلهم. هعملهم طبعا بالطريقه دي كلهم. نعمل كده وناخد حته ملبن مثلا ونقفلها كده وهنحطها هي مدوره كده في السوق كلهم. هعملهم بقى وارجع لكم تاني. بصوا بقى كورته كله بالمنظر ده، وطبعا حطيت فيه ملبن. هعمله بقى بالبسطامه كله. هروح دايسه كده اهي، هندوس كده بس كده كده. طبعا ايه الطريقه دي سهله جدا علشان ايه تخلصي بسرعه يعني اهي. انا مقدره جدا تعاونك معايا. طبعا دوت انا عاملاه بملبن. التاني بقى اللي انا هعمله بعجوه عشان يبان ده من ده، هنعمله بالمنقاش. يعني هنعمل حبة بالمناقيش وحبة مش مناقيش وحبة بالبصامة. ده اللي عملته بالبصامة. هنعمل بقى اللي هو ايه، انتوا طبعا مش شايفين النقشة صح؟ ايه خير يا بلاد. والد عمر مسافر حلق كمان ده اللي انا عملته بالبصام. طبعا كله ايه قد بعضه زي ما انتوا شايفين. هنعمل بقى واحد بالمناقيش تاني في عجوه بقى. هنعمل دوت بالبصامه بملبن والتاني بعجوه. على فكره انا ما حطيتش الكحك بيكنج باودر، ومش بحط له بيكنج باودر. ما بحبوش الا بالخميره. يعني تحط له خميره بيره بس مش لازم بيكنج باودر. هنا بقى هنعمل واحدة ايه بعجوة. هنعمل الصاج ده بعجوة. هنلفها طبعا ونحط العجوية كده في الوسط كده ونروح مقفلين عليها كده. وهنلفها طبعا كده تاني. احنا قلنا بقى ايه هنعمل واحدة صاج بعجوة وصاج بملبن يعني كده. وطبعا هنعلمهم يعني. هنعمل اللي هي عجوة بالمنقاش، وهنعمل التانية بالبسطامة اهو. وهنبتدي ايه ننقش كده. محدش عايز يصاحبني. تخيل بقى ان غلطة الراجل غيرك خالص. غلطة الست يفضلوا يحاسبوها عليها طول العمر. عايزة اعلمه ايه، اصل انا ابني ما بيحبش العجوة، بيحب الملبن ماشي. عشان كده هعلمه اكل انا ام عجوة وهو ياكل من الملبن، من اللي في الملبن. واحدة تانية. عايز اتجوزني ويحبني جدا. تفتكر ان انا كان ساعتها عندي دماغ افكر ان انا قبلك؟ انا مش بتكلم عن جواز فرح، مش ده اللي زعلني. طبعا اتجرحت ساعتها، بس زعلت عليكي اكتر من زعلت انا. بس انا اللي كان مزعلني ان دايما كان في عقليات. انت عارف انا قصدي ايه؟ النقشة بتاعته جميلة جدا. طبعا هعمل الصاج ده كله ايه بالمنقاش. هعمله بعجوة يعني كده. خلاص يا حبايبي عملت طبعا ابو منقاش دوت ابو منقاش عملت المنقوش ده بعجوة، والتاني ابو بصامة بملبن. عشان ايه اللي عايز ياكل بعجوة ياكل، اللي عايز ياكل بايه بملبن ياكل. هسيبهم بقى ايه. طبعا هكمل كله بالطريقة دي وهسيبه يختمر مثلا ساعة كده وهسويه.